ها يابا، صدق ها يابا، حتى بس تعرفون كلامي من احكيه هيك خذوا سند. كملوا الفيديو للنهاية، اريدكم تكملون هذا الفيديو للنهاية. وهذا الحكي حكيته بالبث يوم زيارة السوداني لعمان. الحكي اللي راح تسمعونه بنفس الساعة ورا ما زار بساعة فتحت بث وحكيت. اسمعوا لي الفيديو للنهاية. اسمع. السلام، هلا ومرحبا. 4-5 أسباب روحتوا على عمان. يعني عمان هي صايرة أقرب شيء لإسرائيل، حتى قطر قريبة جدا من مطبعين، لكن مو باتفاقيات رسمية. فزيارة السوداني كانت لعمان أولا تأجيل الانسحاب الأمريكي أو تأخيره يعني مدة طويلة. 2 عدم فرض عقوبات على شركة سومو، وزيادة توريد سيولة الدولار للعراق، لأن احنا جايين نمر بضائقة مالية قوية، وهذا سبب من أسباب تأخير الرواتب. ما عندنا سيولة، ما عندنا دولار، الدولار كله نقلوه نقل ودوه لإيران، كله ودوه لإيران. نقص حاد عندنا، بحيث حتى رواتب عجز عندنا. 3 الضغط على إسرائيل حتى ما يضربون الميليشيات. هو يريد يفتح باب 4، هاي 4 نقاط ذكرت لكم إياها. هاي سبب روحتوا على عمان، ترى مو لي غير شيء. وعرض عليهم أول عرض قالت لي فلوس ناموس، شلون ما تريدون احنا حاضرين. كبادرة حسن نية، ركزوا معايا وراح تشوفون هذا بالأيام الجاية راح تشوفون هذا الشيء. كبادرة حسن نية قال لهم المختطفة اللي من أصول يهودية إسرائيلية، الصحفية اللي مختطفينها كتايب حزب الله، كبادرة حسن نية راح أجيب لكم إياها بإيدي. هيج قال لهم احكوا ويا الإسرائيليين وقولوا لهم أنه المختطفة الإسرائيلية اللي موجودة عند كتايب حزب الله راح أجيب لكم إياها بإيدي. إيميليا موجودة؟ إذا موجودة إيميليا بس اكتبي لي رقم 1 إذا موجودة، يعني هذا الكلام مهم جدا. إيميليا هذا الكلام سجليه وبعدين دزي لي حتى أذكرهم به. المختطفة اليهودية الصحفية المختطفة اللي مختطفة بالعراق، اللي مختطفة بالعراق من قبل كتايب حزب الله، كبادرة حسن نية من قبل السوداني والميليشيات راح يطلقون صراحة بالفترة الجاية. راح يطلقون صراحة، حتى تعرفون هو على راح على عمان. قال على عمان والله حتى نوقع مذكرات تفاهم ومدري ايش وهاي السوالف الكلاوات. هو راح على غير شغلات، يريد يفتح مجال. الرئيس ترامب أيضا يعلن إطلاق سراح الباحثة سوركوف من يد كتائب حزب الله العراقي. اي نعم، حتى من احكي لكم حكايه هيك لا تراجعون وراي، سنة طاب وتاخذونها. هذا الحكي حكيته بيوم الزيارة مال السوداني لعمان، ورا ما طلعت الزيارة مالته ساعة ونص فاتح بث وحكيت هذا الحكي، وبنهاية البث حكيته وكلكم تتذكرونه. البث موجود 2 ساعة وشوية. ماشي يابا، وها يابا كاشفينكم انتم والتقية مالتكم، كاشفينكم وترى كاشفين كل تحركاتكم وكل سوالفكم وكل عمالتكم. ناقصين نعرف الجاي تسوون. بس بصراحة تدرون شنو؟ ما توقعت هيك على السريع ينزعون، ما توقعت. قلت على الأقل شوية الشغلة تطول، فد 10 15 يوم 20 يوم، بس ما توقعت على السريع ورا 5 أيام 6 أيام ينزعون. متعودين على النزع، ولد الخط
المقاولة ولد خط المقاولة متعودين على النزع، ينزعون بسرعة.